هو الطريقة اللي احنا عليها دلوقتي سواء في مظهرنا أو في تصرفاتنا أو في شخصياتنا عموما ناتجة عن الجينات اللي احنا اتولدنا بيها؟ يعني احنا اتولدنا كده وكل واحد بقى وحظه في الدنيا، ولا هي في الحقيقة نتيجة لتجاربنا وظروفنا اللي احنا نشأنا فيها؟ مين هنا يكسب؟ الطبيعة ولا التنشئة؟ السؤال ده من أكتر وأصعب الأسئلة اللي بتتسأل من مئات السنين، واللي ليها آراء كتير، وبالتالي هي اجابتها مش بالسهل. يعني مثلا انت دلوقتي عصبي علشان انت ورثت العصبيه دي من باباك او من مامتك، يعني بسبب الجينات، ولا انت عصبي علشان انت نشأت في بيئه مستفزه مخلياك متنشن وعصبي طول الوقت؟ هل انت غبي او ذكي بالوراثه علشان باباك او مامتك، ولا انت كده تباعا للبيئه والظروف اللي اتهيأت لك اللي خلتك ذكي او غبي؟ انت طويل علشان جيناتك ولا علشان كنت بتاكل كويس؟ في الحقيقة الأسئلة دي كلها كأني جاي أسألك أنت ليه بتحب الكشري؟ هل علشان الصلصة بتاعته، ولا الدقة، ولا الشطة، ولا شوية البصل المقلي اللي بترشهم على الوش، ولا علشان في عدس وحمص؟ لو جيت سألتك السؤال ده مش هتلاقي إجابة، هو مفيش حاجة اسمها كده. أنت بتحب الكشري لأنه نتيجة من تفاعل كل المكونات دي مع بعض اللي أدت في النهاية لوجود أكلة اسمها كشري. وعلشان تفهم أكتر أنا إيه قصدي هنا من مثال الكشري، كمل الفيديو للآخر. خليني في الاول كده ادي لك نظره خاطفه عن ايه هي الجينات، الكلمه اللي انت بتسمعها عمال على بطال من اي حد بيتزنق في اي حاجه. وبعد ما نعرف ايه هي الجينات نعرف ايه دخلها بالموضوع. جسمك عباره عن مجموعه من الخلايا، كل خليه فيهم عباره عن 46 كروموزوم، نصهم بيجي لك من الام ونصهم بيجي لك من الاب. الكروموزومات دي بيبقى فيها الماده الوراثيه بتاعتك، الدي ان ايه. شريط الدي ان ايه ده بيتكون من ملايين الجزيئات اللي هي اسمها نيوكليوتايدز، واللي ليها 4 اشكال معروفه بالاي والسي والتي والجي. دول تقدر تقول ان هم زي حروف الشفره كده. الجين بقى هو تتابع معين من الحروف دي مع بعض، بيتجمعوا مع بعض بشكل معين او بتتابع معين زي كود معين كده، وده علشان ينفذ امر معين في الخليه بتاعه جسم حضرتك. زي مثلا الجين المسؤول عن لون العين، الطول، البشره، لون الشعر، وهكذا. ده ببساطه، بس هو الموضوع اعقد من كده. وده لان الصفه علشان تظهر في صاحبها الجينات دي بيبقى مطلوب منها ان هي تتفاعل مع بعض وتكون بروتينات مختلفه في الحجم والشكل والتكوين، واللي بناء عليها الصفه دي بتبتدي تظهر في صاحبها. وعلشان كده بيبقى صعب انك تيجي تقول ان الجين ده هو اللي مسؤول عن الصفه دي، وده لان الموضوع اكبر من كده بكتير. ده تفاعل جينات كتيره مع بعض علشان نوصل في الاخر للنتيجه اللي انت شايفها. ده بل كمان في جينات تانية بتتحكم في ظهور جينات تانية او ان هي تخفي اثرها. المهم بقى بعد ما عرفنا قصه الجينات نرجع لمرجوعنا. هل انت كأنت دلوقتي من شكلك وشخصيتك وصفاتك نتيجه للجينات اللي انت ورثتها، ولا صفات اكتسبتها من البيئه اللي انت كبرت فيها؟ السؤال ده اجابته انقسمت لفريقين. الفريق الاول وهو علماء الاحياء او اصحاب الاتجاه البيولوجي، والفريق الثاني هو علماء الاجتماع او اصحاب الاتجاه الاجتماعي. اصحاب الاتجاه البيولوجي بيقول لك ان السلوك ده محتم بيولوجيا، بيولوجيكال ديترمينيزم، يعني صفات الفرد هي حاجات متحدده على مكونات الجينات اللي مسؤوله عن اظهار الصفات بتاعتك. وان زي ما احنا اتولدنا بساعه بيولوجيه موروثه بتتحكم في النمو والهرمونات وصولا الى البلوغ والشيخوخه، فهي مش بس بتتحكم في دول بس، هي بتتحكم في السياق العام بتاع حياتنا. يعني من الاخر الفريق ده بيؤكد ان العوامل البيولوجيه الوراثيه اللي احنا ورثناها من ابائنا وامهاتنا هي العوامل الاساسيه في تحديد شخصيه الفرد. فمن الاخر انت بتورث شخصيتك زي ما ورثت لون شعرك ولون عينيك وطولك وكل حاجه من دي. وان الخصائص دي كلها بتتطور مع تطورات العصر نتيجه لتكيفها مع البيئه الحاليه عن طريق حاجه اسمها الانتخاب الطبيعي. وده ببساطه معناه ان الانسان بيسيب بعض الصفات وبيكمل مع بعض الصفات التانية علشان يتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها دلوقتي، والصفات دي بدورها بتتنقل للاجيال الجايه بالوراثه. نيجي بقى للفريق الثاني وهو اصحاب الاتجاه الاجتماعي. دول رايهم العكس تماما، هم شايفين ان الافراد وافعالهم نتيجه لخصائص البيئه والتنشئه اللي هم نشأوا بيها وفيها. يعني من الاخر البيئه هي اللي بتحدد تصرفاتنا وشخصياتنا. طيب بالنسبه للوراثه بيقولوا لك هنا ان لا، الوراثه دورها بيقف عند الميلاد، وبعد كده الثقافه والبيئه والتنشئه هي اللي بتشتغل. وبكده بدل ما كان الموضوع حتميه بيولوجيه عند علماء الاحياء اتحول وبقى حتميه ثقافيه عند علماء الاجتماع. يعني من الاخر كده الثقافه والخبرات اللي الواحد بيتعرض لها طول ما هو عايش هي اللي بتشكل سلوك وشخصيه وتوجهات الفرد اللي قادره تخليه شخص مميز او شخص عادي. طيب دلوقتي احنا نصدق مين؟ فاكر القصه بتاعه طبق الكشري؟ احنا عاملين زي طبق الكشري، في الحقيقه مفيش فريق منهم صح وفريق منهم غلط. الفريقين مش بيناقضوا بعض، بالعكس الفريقين بيكملوا بعض. انت اتولدت بصفات
صفات وسمات معينه، واتولدت باستعدادات وراثيه لصفات وامراض معينه. والاستعداد الوراثي ده علشان تبقى فاهمه هو ان جسمك يبقى معرض اكتر ان هو يحمل المرض او الصفه دي، ولكن مش معناه انه بالضروره يحصل لك. يعني لو انت مثلا مولود باستعداد وراثي لمرض السكر نتيجه ان اهلك كلهم كان عندهم السكر، فانت هنا معرض اكتر ان يجي لك مرض السكر لو انت ما راعيتش اكلك اكتر من غيرك. بس لو واخد بالك من اكلك مش هيجيلك، فانت اتولدت بيهم، احنا متفقين على ده. بس هنا برضو التنشئه ليها دور كبير جدا في الصفات دي، وعلشان كده الصفات دي بتتسمى كومبلكس تريتس، ودي الصفات اللي بتتاثر بالجينات وبرضو بتتاثر بالتنشئه، زي مثلا الذكاء، الانطوائيه، الطول، الكتله العضليه. بس ثانيه واحده، هنا انت قلت الطول والكتله العضليه، فهمني، ما هو انا لو مولود من اب وام طوال هطلع قصير؟ يعني ايه دخل البيئه في حاجه زي كده؟ مش انا قلت لك ان موضوع الجينات ده موضوع ملعبك شويه، بس علشان انت حبيبي حبيت ابسطه لك شويه. يعني صفه زي الطول مثلا، لو اب وام طوال وجابوا ولدين، اللي هيحصل ان الولدين المفروض يتولدوا طوال برضه. بس خليني هنا اسالك سؤال نفكر فيه مع بعض. لو ولد من الولدين دول كان بياخد تغذيه كويسه اثناء ما هو طفل، كان بيتعرض للشمس والفيتامين دي بكميات مناسبه، في حين ان الولد الثاني اللي هو اخوه ما كانش بياخد نفس التغذيه كويسه وما كانش بيتعرض للشمس ولا كان بياخد فيتامين دي، واهله ما كانوش مهتمين بيه نفس الاهتمام بتاع الولد الاولاني، الاكيد ان الاثنين لما يكبروا مش هيبقوا بنفس الطول ولا بالكتله العضليه برغم ان هم عندهم نفس الصفه. ده مجرد مثال يوضح لك مدى التكامل ما بين التنشئه والجينات. وانت في الجيم ممكن تكون سمعت الكابتن بيقول مثلا على شاب بيتدرب ان ده جيناته حلوه، وبسبب ده في وقت قصير عمل فورمه ممتازه كانه بقاله سنين بيلعب. بس لو جه الشاب ده وبطل يروح الجيم، جسمه هيرجع عادي ما فيهوش عضلات. طيب جيت انت دلوقتي حبيت تروح الجيم، بس انت ما عندكش الجينات اللي تخلي عندك استعداد لجسمك ان هو يبني كتله عضليه بسهوله وبسرعه، بس كنت منتظم في الجيم وبتروح كل يوم وبتلعب باستمرار، محافظ على اكلك ونظامك الغذائي وبتاخد احتياجك اليومي من البروتين، هتلاقي انه مع الوقت هتوصل للكتله العضليه اللي انت عايزها، وهتعدي الشاب ده كمان لان هو مش ملتزم وانت ملتزم. خد التقيله، الذكاء. لو انت مولود من اب وام اذكياء عموما او حتى اذكياء في مجال معين، فانت هتطلع ذكي ودماغك حلوه لو انت نشأت في بيئه تشجعك على ده وتعلمك وتهتم بيك وبمهاراتك. لكن لو نشأت في بيئه ما شجعتكش على ده وما اهتمتش بقدراتك ومهاراتك، هتطلع عادي زي اللي اتولدوا من اب وام عاديين ما عندهمش نفس المقدار من الذكاء. ومن هنا تفهم انه العكس برضه ممكن يحصل. لو واحد اتولد من اب وام عاديين بس نشأ في بيئه مهتمه بيه وبقدراته ومهتمه ان هي تنمي مهاراته وقدراته العقليه باستمرار، الشخص ده بالتاكيد هيكبر اذكى من اللي حواليه وقدراته العقليه هتبقى بتتطور بسرعه. وتحضرني هنا قصه توماس اديسون اللي اكيد انت ممكن تكون سمعتها قبل كده، وهو ان بيقول لك ان توماس اديسون وهو طفل في المدرسه ما كانش بالذكاء الكافي اللي يخلي المدرسه تسمح له ان هو يكمل فيها. وجي في يوم مديره المدرسه بعتت جواب لمامته بما فيه معناه الجواب ده ان ابنك مش بالقدر الكافي من المهارات العقليه اللي تخليه يكمل مع الاولاد دول. وساعتها مامته لما قرأت الجواب ده، بدل ما تقول لابنها ان هو مش ذكي كفايه علشان يكمل في المدرسه دي، قالت له العكس، قالت له انت اذكى من اللي موجودين في المدرسه دي، علشان كده انا مش هخليك تكمل فيها. وربته في بيئه وتنشئه كانت مهتمه تماما بقدراته العقليه وتنميه مهاراته وتهيئه الظروف الكافيه علشان يتعلم بشكل كويس. ولولا اللي الام عملته ده ما كانش بقى توماس اديسون. ففي الاخر مفيش تناقض ما بين الصفات اللي ورثتها، وانا هنا مش قصدي على الصفات كلها، انا قصدي على الكومبلكس تريتس او الصفات المعقده، الصفات اللي هي بتتاثر بالجينات وبالبيئه مع بعض، وما بين التنشئه اللي انت هتنشأ بيها وفيها. واخر حاجه هقولها لك اللي ممكن نضيفها للجينات وللتنشئه والبيئه، وهي الاراده. الاراده هي الشيء اللي ربنا ميزنا بيه عن الحيوانات او اي كائن تاني هو خلقه. انت ممكن ما تكونش اتولدت باحسن جينات، تكون نشأت في بيئه مش مؤهله تماما ان هي تخليك احسن الناس. واللي بالمناسبه لو فكرنا، انا هنا بتكلم عن الظروف اللي اغلبنا نشأنا بيها، اغلبنا نشأ في ظروف وبيئه عاديه، ولكن ارادتك انك دايما عايز تكون انسان احسن ونسخه دايما بتتطور عن النسخه اللي انت كنت عليها امبارح، حابب يكون ليك بصمه ودور في الحياه عموما وفي حياه الناس اللي انت بتتعامل معاهم، في انك تسيب فيهم درس او صفه لقطوها فيك وهم بيتعاملوا معاك، هو ده الشيء الحقيقي اللي انت تقدر تعمله وتبقى فخور بيه. وبكده في الاخر نقدر نقول او نستنتج انك عباره عن ميكس، خليط ما بين جينات موروثه وصفات مكتسبه وحبه اراده قادره ان هي تخليك احسن وقادر انك تطور من نفسك باستمرار. فخليك دايما فاكر الميكس ده كويس، وفاكر كمان اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه ولا لا.